هو مش هي مظاهره حضرتك، لان حضرتك انتوا طبعا اليوم السابع كان متابع الاحداث في الفتره السابقه. فالمفروض احنا كان اخر وعود بالنسبه لهم ان هو كان على يوم الاثنين اللي هو امبارح كان الخزان هيشتغل، والبوستر اللي هي الحلول الجهنميه اللي هم قالوها الاباتش اللي هم قالوا اللي هو هيحصل، واللي هو دوت اللي هيجيب لنا الميه. المفروض اللي هو يشتغل امبارح. المفروض ان الوعد اللي احنا كنا متوعدين بيه ان الميه زمان ومكان الميه تخش في كل بيت في صفة اللبن، والزمان لمده 24 ساعه. طب انت شايف ان الوقت كافي في مده بسيطه قوي كده ان الميه تدخل في كل بيت في صفة اللبن؟ والله يا فندم احنا الوقت طبعا كافي يا فندم، لان حضرتك انا مش على بعد مثلا ايه اميال ولا على بعد كيلوهات. انا يا فندم انا بالظبط انا جنب منطقه اسمها صفة الجديده اللي يفصلني بينه وبين الشارع العمومي، والميه فيها 24 ساعه. بدايه تحرك اهالي صفة اللبن لحل هذه المشكله بشكل جذري كان من شهر مايو اللي فات. احنا بقالنا تقريبا 3 اشهر بنحاول ان الميه تصل لكل بيت في صفة اللبن، وده اقل حقوق اي كائن حي عموما. اخر تحرك كان يوم الاثنين اللي فات اثناء الاعتصام. كنا مجتمعين مع السيد المحافظ جوه، وهو الراجل وعد ان كل بيت في صفة اللبن هتخش له الميه. ما وعدش صحيح ب 24 ساعه، قال لك بشكل مؤقت لمده 10 ايام هتصل لكل بيت في صفة اللبن بس بالتناوب. هذا لم يحدث. ففي مناطق كتيره عديده من اهل البلده لم تصلها المياه لمده ايام ما زالت موجوده. بيعملوا عمل بطيء جدا، عمل غير مؤثر بشكل كافي، وهذا لا يكفي تماما يعني. فبالتالي احنا مستمرين. كان اخر ميعاد عليه لما قال الاستاذ كان بالامس ان هم يسلموا الخزان والميه تدخل كل بيت في صفة اللبن.